ومرحبا بكم في برنامجكم فضفضة. في خبر مثير ويصير لأول مرة في تاريخ السعودية. الخبر هو أن الملك سلمان وقع على إعدام أمير قاتل، وهو الأمير الشاب تركي بن سعود الكبير اللي سبق له أن قتل صاحبه قبل كم سنة. وزي ما قلت هذه أول مرة تصير، لأن أمراء آخرين قتلوا ناس وما صار لهم شيء. مثلا الأمير خالد بن سعد اللي قتل ابتسام الحربي في القضية المعروفة بفتاة السامر. ومثل ثاني الأمير الشاذ سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود اللي قتل خويه بندر عبد العزيز في فندق لاند مارك في لندن، وحكم عليه القضاء البريطاني بالمؤبد. لكن الحكومة السعودية وقعت اتفاقية مع بريطانيا لتبادل السجناء، هدفها الأساسي استعادة الأمير الشاذ المحكوم في بريطانيا. وبعدين هذا الأمير الشاذ رجع للسعودية وأطلقوا سراحه. وفي قصة قديمة بعد في عهد ابن سعود الملك عبد العزيز، وهي أن ولده مشاري بن عبد العزيز آل سعود اللي سكر وهيص وبعدين قتلوا القنصل البريطاني في جدة واسمها سيريال أوسمان سنة 1952. لكن الملك عفى عن ولده، يمكن لأنه اعتبر أنه قتل واحد مشرك. بس ابن سعود أعطى زوجة القنصل المشرك سيريال أوسمان 25 ألف جنيه، وبعدين رحلت إلى جنوب أفريقيا. وكان الأمير منصور بن عبد العزيز آل سعود اللي كان أول وزير دفاع سعودي يقتل ويعدم وما صار له شيء، ومثله أخوه وشقيقه اللي صار وزير دفاع بعده، هذا بعد كان يقتل وما صار له شيء. هذا غير قتل الشغالات والخدم والعبيد وغيرهم، دائما يضيع دمهم، وغير اللي ينقتلون على يد آل سعود في سجونهم ظلم وعدوان. بس الصراحة اللي سواه الملك سلمان غير مسبوق، جاب له أمير درجة ثانية ما أدري درجة ثالثة وأعدمه. وكان سلمان هو نفسه اللي قال سيفنا ما ياكل من لحمنا، يعني السيف ما يطال آل سعود مهما سووا. في قصة ودي أذكركم بها لها علاقة بكلام سلمان، ويوم يقول سيفنا ما ياكل من لحمنا. قبل 13 سنة يعني في عهد الملك فهد، بس كان غايب عن الوعي، واللي بيده الحكم هذاك الوقت هو عبد الله وسلطان. وكان ذاك الوقت سلمان أمير الرياض، وكان بيده ملف العائلة بكل تفاصيلها، يعني مخصصاتهم وسفراتهم وجوازاتهم وزواجاتهم ومشاكلهم، كل شيء كان عند سلمان. في ذاك الوقت أمير شاب من أصحاب السمو الملكي، يعني ما هو درجة ثانية أو ثالثة، اسمه فهد بن نايف بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، قتل ظلما منذر بن سليمان بن عبد الرحمن القاضي. وانفضحت القضية وما قدروا آل سعود يدارونها ويخبونها، وطلعت على الشبكة العنكبوتية. يومها كان الأمير نايف ماسك الملف، وقرر مع إخوانه أن ينحكم على الولد بالإعدام حتى يهدون الناس، وفعلا حكموا عليه بالإعدام.
لكن الأمراء راحوا من جهة ثانية يضغطون على عائلة الضحية عشان تتنازل، واتفقوا يسوون مسرحية أن الأمير ينزل ساحة القصاص في الصفاه وبعدين يعفو عنه الأب. وفعلا هذا اللي صار، وصار في يوم السبت 12 ربيع الأول سنة 1425 هجرية. الناس تفهم اللعبة لأنهم ما قد شافوا أمير قاتل قد أخذ جزاه، وما قد شافوا أمير لص قطعوا يده أو سجنوه. وبقوا الناس لسنين طويلة يتحدون آل سعود ويقولون لهم إذا أنتم تطبقون شرع الله يلا ورونا شغلكم في الأمراء القتلة واللصوص، مع أن أكثركم ما بدري كلكم لصوص. هالمرة سواها ملك الحزم وأعدم أمير، وطاروا دبابيس المباحث فرحانين أن البلد تطبق الشرع، والتلفزيون ما قصر، بس جابوا اسم الأمير حاف، يعني بدون ما يقولون الأمير فلان آل سعود. أقدم تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير سعودي الجنسية على قتل عادل بن سليمان بن عبد الكريم المحميد سعودي الجنسية، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا في الجاني تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير سعودي الجنسية اليوم الثلاثاء الموافق ل17 من شهر محرم عام 38 و400 وألف من الهجرة بمدينة الرياض بمنطقة الرياض. صحيح هو أمير درجة ثالثة لكن يظل من آل سعود، وبما أن الملك سواها وصار ملك حزم وعزم فإن شاء الله أنه رجع لجادة الصواب، وأنه يكمل مسيره ويجيب القتلة الأمراء ويعدمهم، واللصوص من آل سعود نتمنى يحاكمهم ويطبق عليهم الشرع وياخذ فلوسهم اللي نهبوها. ما أدري هل ملك الحزم يقدر يصير حازم على ولده محمد بن سلمان وزير الدفاع ويحطه في السجن لأنه نهب فلوس المواطنين وراح يشتري له يخت ب2 ريال. هل تعتقدون يطلع لنا الملك سلمان حزمه وعزمه على ولده ويطبق حديث الرسول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها؟ حنا اليوم مصدومين من إعدام أمير مثلكم يا مواطنين. وأنا قد سمعت من قبل إن لو شرع الله يطبقونه على آل سعود كان يفصلون لهم بشوت بدون أكمام. إن شاء الله بس ما يصير إعدام الأمير تركي بن سعود الكبير مثل بيضة الديك مرة واحدة في العمر، وإن شاء الله بعد ما يكون الهدف منها ذر الرماد في عيون المواطنين وإسكاتهم عن القضايا الثانية. لا تروحون بعيد أعزائي المشاهدين، فاصل وأرجع لكم.